احنا النهارده معانا موبايل جبار جدا سعرا واداء ومفاجآت فيه ملهاش نهايه. اعمل لايك واشتراك ويلا بينا نخش على الفيديو. الموبايل اللي هنتكلم عليه النهارده هو الموتورولا الموتو الجي 35 5G. مبدئيا كده من اسمه هو باين عليه ان هو 5G. نبدا باول حاجه بيه، يلا نخش بينا على الانبوكسنج. والكرتونه بتاعته حلوه، مصنعه من مواد صديقه البيع بنسبه 100%. مبدئيا اول ما بنفتح الكرتونه بيقابلنا الموبايل عليه سكرين او لزقه جميله كده، شكلها هنشيلها بعدين. هنركن الموبايل على جنب، هنجيله بعدين نشيل الغطا ده. هندخل هيقابلنا في وشنا السيم تول والمانوالز اللي محدش بيقراها خالص دي، وهيقابلنا الشاحن اللي بقوه 20 واط والكيبل بتاع الشحن، ومفيش حاجه تانية في البوكس اكتر من كده. طيب نرجع الكلام ده كله مكانه ونجيب الموبايل، نشيل اللزقه اللي عليه دي ونعمل له الفيرست بوت ونتوكل على الله ندخل في الفيديو بتاعنا ان شاء الله. مبدئيا بالنسبه للتصميم، فالموبايل عندنا بيجي بخامات بلاستيك لكن معقوله جدا جدا الحقيقه، وملمسها حلو وفخم على سعر التليفون. الظهر اللي تحسه ازاز من جماله كده ومصنفر، مش بيبصم خالص، وبروز الكاميرات التحفه الجميل جدا الممتاز اللي طالع بمطب بسيط كده او خفيف كده بانسيابيه حلوه جدا تحسسك ان هو شبه مش موجود كده، وعامله لمسه في التصميم هايله جدا الحقيقه. والجناب كمان اللي واخده كيرف جميل جدا كده يخليك مرتاح في مسكه الموبايل في ايدك كده طول ما انت ماسكه مثلا، وجنابه مش حاده خالص، بالعكس جنابه جميله ومسكته في الايد الحقيقي مريحه. بالنسبه لطول الموبايل، فالموبايل بيجي بطول 166.3 مللي، اما بقى بالنسبه للعرض بتاعه فهو بيجي بعرض 76 مللي. اما بقى بالنسبه للسماكه المبهره الحقيقه، فالموبايل بيجي بسمك 7.8 مللي، وده سمك مبهر على البطاريه اللي موجوده فيه اللي هنتكلم عنها في وقتها ان شاء الله. اما بقى بالنسبه لوزن التليفون فهو 188 جرام، وده الحقيقه وزن جميل جدا جدا جدا، مش تقيل مش خفيف. الموبايل ممكن ما يكون قد يكون مش رفيع لكن مش تخين، وخلينا متفقين ان الفئه السعريه دي احنا كده كسبانين جدا بالكلام اللي احنا بنقوله ده. من الحاجات الجميله كمان جدا في التصميم الازرار الجانبيه اللي الكليك بتاعتها بريميوم كده لمستها جميله، وكمان زرار البصمه اللي جاي طبعا في جنب التليفون في مكان الحقيقه كويس جدا ومريحه ومش صعب الوصول ليها، لان اساسا حجم التليفون كله مش ضخم يعني. وبيجي عندنا كمان في التليفون من تحت عندنا في سماعه. خلي بالك الموبايل ده هحرق لك حته كده جايه قدام، الموبايل ده فيه سماعه ستيريو. مبدئيا عندنا تحت فيه السماعه ومنفذ الشحن التايب سي وميكروفون وسوكت ال 3.5 مللي اللي افتقدناه جدا 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 في التليفونات الفتره دي. اما بقى عندنا من فوق هنا فبيجي عندنا المايك بتاع عزل الضوضاء. موبايل بالسعر ده فيه مايك عزل ضوضاء، دي حاجه جميله جدا، وشعار الدولبي اتموس، وانا كده كمان حرقت لك كمان حته في الفيديو. مبدئيا انطباعاتي الشخصيه اول ما مسكت التليفون الحقيقه واول ما طلعت البوكس بتاعه كان ملمسه كويس جدا ناعم. الكفر اللي بيجي معاه شيلته عشان اقدر احس بالتليفون في ايدي. الجناب تحفه. التليفون يعني مقارنه بسعره، الكلام ده مش حقيقي او مش منطقي، لكن مقارنه بسعره التليفون حقيقي بيدي تصميم وماسكه بريميوم جدا جدا جدا. نخش بقى نتكلم على الشاشه. بالنسبه لحجم الشاشه فالشاشه عندنا بتيجي بحجم 6.72 انش بدقه فول اتش دي بلس، اللي هو اكشلي بالظبط بدقه 2400 في 1080، اللي هو اعلى من الاتش دي بشويه، حاجه كويسه جدا طبعا في السعر ده. وعندنا الثقب بتاع الكاميرا اللي في نص الشاشه. الشاشه بتاعت الموبايل ده بتيجي من نوع اي بي اس مش اوليد. خلي بالك الكلام ده كله هيتفسر في اخر الفيديو لما نتكلم عن السعر ان شاء الله. عموما الشاشه من نوع اي بي اس مش اوليد، بتعرضه ب 120 هرتز في السعر ده 120 هرتز، وعليها طبقه حمايه من كورنينج جوريلا 3. مش احسن حاجه بس كويس انها موجوده اساسا في السعر ده، على الاقل هتشيل شويه، ولو لا قدر الله في خبطه ولا في وقعه ولا حاجه هتشيل شويه عن الشاشه، وكمان هتحمي الشاشه من الخدوش. وكمان بالنسبه للاضاءه فعندنا الموبايل ده بيجي باضاءه 1000 نيتس كاضاءه شاشه، مش بيك ولا حاجه، وده كان رقم ممتاز جدا في السعر ده. والحقيقه ما كانش فيه اي مشاكل بالنسبه لي مع استخدام التليفون ده في الشمس خالص، وحتى مع الاستخدام شويه في الشمس ما كانش حتى بيسخن. الشاشه واخده من واجهه التليفون حجم 86.3%، وده حجم ممتاز جدا بابعاد 20 ل 9، مش الابعاد اللي احنا متعودين عليها 16 ل 9، اكبر شويه بابعاد كويسه جدا ممتازه. والشاشه بصباعك على فكره تقدر تجيبها من فوق لتحتها بسهوله، لان وزن التليفون خفيف ومش طويل قوي. كمان الشاشه دي بتدعم الاتش دي ار، ودي حاجه كانت مفاجاه بالنسبه لي في السعر ده. ولما نيجي نتكلم كمان في نظام التشغيل، في خاصيه مهمه جدا هكلمك عنها في نظام التشغيل. نتكلم عن الشاشه شويه بسرعه. اولا برغم ان الشاشه اي بي اس مش اوليد، الا انها بتدي تجربه جميله جدا حقيقي، وفعلا موتورولا تعبانين جدا عليها في السوفت وير ومن الخصائص والامكانيات اللي هم حاطينها فيها. حاطين كمان في الموبايل ده حاجه اسمها الفيفيد كلر، وده سوفت وير جميل جدا بيدي ساتوريشن كده وبيدي تشبع في الوان الشاشه كمان يخليها جميله اكتر ما هي الشاشه فعلا كويسه جدا في السعر ده. يعني عايز اقول لك ان الموضوع وصل ان لو مش اللون الاسود انت ممكن تتخيل ان الشاشه دي اوليد، يعني طبعا اللي فاهم هيعرف فرقها، لكن عايز اقول لك لولا اللون الاسود حقيقي انت ممكن تقول على الشاشه دي اوليد من كتر الجمال اللي فيها واللي فيفيد ده بيديهولها. بالنسبه لسطوع الشاشه جبار يا جماعه، احنا بنتكلم هنا في 1000 شمعه، يعني تحت الشمس ممتازه جدا. وده ياخدنا لنقطه مهمه جدا، ال1000 نيتس دي او الشاشه اللي بتنور بقوه 1000 نيتس دي او 1000 شمعه دي عامله ايه في الضلمه، وخصوصا في الاضاءه الضعيفه جدا. يعني لو انت
نايم بالليل او حاجه زي كده، لان كتير من الموبايلات الاقتصاديه بيشتكي من المشكله دي، ان هو مش مرتاح مع الموبايل بالليل. عايز اقول لك لا بالعكس، انا مستخدم التليفون بالليل في الضلمه، كانت لما بتنزل الاضاءه على الاخر لا هو فعلا بيوصل لمستوى محترم. فحقيقي بالليل وانت في الضلمه بالليل مش هتواجهك اي مشكله بالنسبه لاضاءه الشاشه القويه دي، وهترتاح معاها جدا جدا جدا. الشاشه كمان عندنا بتيجي بتردد لحد 120 فريم، ودي حاجه ممتازه جدا في السعر ده، اللي كمان موتورولا عاملين ليه سوفت وير مخصوص بيشتغل بوضع اوتو. طبعا هو مش فاريبل ريفريش ريت، ولكن على الاقل بيعرف يظبط معدل التحديث حلو جدا مع البرامج او الحاجه اللي شغاله. وكمان ممكن تثبت الشاشه على 120 او على 60 فريم على حسب انت بتفضل ايه. تخيل كمان ان في موبايل في السعر ده بيجي فيه HDR، وباختصار دي خاصيه بترفع الاضاءه كده وتشبعها الالوان لما بيكون مشغل العاب او محتوى بيدعم HDR على يوتيوب او على غيره، ودي حاجه جميله جدا انها تكون موجوده. وكمان هم حاطين فيه خاصيه حلوه جدا بتحول محتوى SDR العادي اللي هو مش HDR ل HDR، بتحسنه، وحقيقي لما جربتها كانت اضافه كويسه جدا للتليفون. خلاصه الشاشه بصراحه رايي الشخصي فيها ان حقيقي الموبايل ده بالنسبه لسعره ومنافسين بيقدم شاشه جميله جدا جدا جدا، برغم انها مش OLED، وفعلا الشركه تعبت جدا عليها وعلى السوفت وير بتاعها اللي هنتكلم عنه كمان بشكل منفصل قدام شويه. فالشاشه حقيقي جميله جدا وخصوصا في السعر ده. نخش بقى على النقطة المهمة اللي كلكم عايزينها وبتدوروا عليها في السعر ده بالذات. دي بقى النقطة الفاصلة بالنسبة لي في الموبايل ده. شفت كل اللي احنا قلناه في الشاشة وجمالها ده كله، اركن الكلام ده كله على جنب خالص وتعالى بقى نتكلم عن الأداء. مبدئيا بالنسبة للمعلومات التقنية، الموبايل ده بيجي بمعالج اسمه يونيسوك T760 بدقة تصنيع 6 نانومتر. طبعا اسم غريب عليك وممكن يكون جديد كمان أول مرة تسمعه، بس عايز أقول لك إن فعلا الشركات اللي بتظهر جديد في السوق وبتحاول تعمل نفسها مكان في السوق بتفكر في حلول بره الصندوق زي المعالج ده. وخليني أقول لك إن المعالج ده أداؤه يعتبر معادل، ان ما كانش احسن كمان من معالج الميديا تك G99 اللي موجود في منافس الخسران للموبايل ده الحقيقه من وجهه نظري السامسونج A16. المعالج ده عندنا بيجي ثماني النواه ومدمج مع GPU او معالج رسومي من نوع مالي G57. خلصنا الكلام الرسمي، اكلمك بقى عن الاداء بتاع الموبايل ده. اداء الموبايل ده الحقيقه كان كويس جدا في الاستخدام العادي والتطبيقات بتاعت السوشيال ميديا، خصوصا مع ال 120 هرتز، وكمان كانت في سلاسه في الاستخدام فيه مبهره. اما بالنسبه للالعاب فعندك مثلا لعبه زي ببجي كان قادر الموبايل ان هو شغالها سموز على اكستريم فريم من غير برامج من غير اي حاجه، ده جوه السوفت وير، وكان اداؤه ثابت جدا حتى مع الفايتس. والمفاجاه بقى كمان ان الموبايل ده بيقدر يشغل اللعبه دي HDR مع 60 فريم. انت يا جماعه سعر الموبايل ده اقل من 8000 جنيه بكتير، انتوا مش متخيلين الكلام اللي انا بقوله ده. والمفاجاه بقى انه حتى مع HDR و60 فريم كان اداؤه ممتاز جدا جدا جدا، برغم ان كمان مش محمل كل الموارد بتاع اللعبه، وده خلي بالك بيأثر على الاداء شويه. اما بقى كمان مثلا لعبه زي كول اوف ديوتي قادر انه يشغلها مع اعدادات متوسطه وكمان هاي ريفريش ريت، والحقيقه دي كانت مفاجاه بالنسبه لي، والتجربه بتاعتها كانت ممتازه وجميله جدا جدا جدا. مع لعبه كمان قويه ثانيه زي اسفلت ليجند كان قادر انه يشغلها باعلى اعدادات مع 60 فريم، وكانت تجربتها جميله جدا والاداء بتاعها كان ثابت ومستقر. الخلاصه الحقيقه المعالج بيقدم اداء كويس جدا جدا، وخصوصا بسعره مع الالعاب مثلا والتطبيقات، وكمان في استهلاكه للطاقه جميل جدا، ما كانش بيواجهني معاه مشاكل ولا سحب جامد لاداء الطاقه، وحتى ما فيش سخونيه طالعه منه. الموبايل يا دوبك ده كمان انا يعني فكك الجراب زي ما انت شايف يا دوبك بريحه سخونيه كده. وعايز اقول لك على حاجه كمان غريبه لاحظتها في الموبايل ده وانا بجرب الالعاب كده. انت متخيل ان انا كنت بقدر ابدل ما بين العاب تقيله زي ببجي وكول اوف ديوتي في نفس الوقت واللعبتين شغالين؟ يعني انا كنت لعبت جيم ببجي وخلصته وكل حاجه، وبعدين عملت اوت من اللعبه، مش ما قفلتش اللعبه، سحبت من تحت وخرجت من اللعبه وفتحت كول اوف ديوتي ولعبت جيم كامل زي ما انت شايف قدامك، وفي الاخر اتفاجئ ان انا وانا ببدل لقيت لعبه ببجي لسه شغاله، وعادي اول ما احول عليها اشتغلت وكملت من مكان ما كنت واقف وزي الفل. يا جماعه انا مش عارف الشركه دي عايزه ايه من السوق، بس الشركه دي نازله بتقل جامد قوي في موبايل بالسعر ده. خلاصه ان الاداء كان ممتاز جدا جدا بالنسبه لي، وخصوصا في السعر ده. ندخل بعد كده على التخزين. مبدئيا كارقام الجهاز ده بيجي منه اكتر من نسخه، النسخه اللي معايا واللي انا متاكد من سعرها هي اعلى نسخه منه، ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام. حقيقي المساحه دي مع الرام دي مع السعر ده كومبو جبار جدا لا ينافس، والرام فعلا في السعر ده كويسه جدا وكافيه للاستخدام الشخصي والتطبيقات والالعاب زي ما اتكلمنا عنه في الاداء، وكانت بتقدم اداء بشكل ممتاز جدا الحقيقه. وكمان لاول مره اشوفها اساسا على موبايل اندرويد. طبعا احنا عارفين ان في خاصيه نزلت جديده الفتره اللي فاتت كده، اللي هي ان انت تقدر تاخد جزء من مساحه تخزين الجهاز تشتغل تقريبا كرام للجهاز. انا عايز اقول لك ان عادي، انا اعلى جهاز شفت عليه 8 جيجا، انا عايز اقول لك ان الجهاز ده تقدر تضيف فيه لحد 16 جيجا، يعني ككلام تسويق يعني انت معاك 24 جيجا رامات. طبعا 16 جيجا دول مش اداء الرامات العادي ولا حاجه، هم عباره عن بوست بس، لا
فرقوا في الاداء لما اخترتهم وعملت ريستارت للموبايل وفتح تاني، لا في فرق في الاداء حلو جدا الحقيقه. فخلاصه التخزين والرامات لا جمال جدا الحقيقه، مفيش مشكله. السعر ده كمان هما بيقدموا فيه قيمه ممتازه جدا. مبدئيا الموبايل ده بيجي بكاميرا اساسيه بدقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 1.8، وكمان كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، وكمان فلاش ليد ثنائي. والكاميرا الاساسيه تدعم تصوير الاتش دي ار والبانوراما. اما بقى بالنسبه للكاميرا الاماميه اللي بتيجي بدقه 16 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 2.5 وتصوير اتش دي ار، وبتصور فيديو فول اتش دي ب 30 فريم في الثانيه. ناخد بقى الموضوع تفصيلي شويه. بالنسبه للكاميرا الاساسيه ففي ظروف اضاءه كانت كويسه الى حد ما كبير، ميكس ما بين اضاءه صناعيه واضاءه طبيعيه، كان مطلع صور كويسه جدا الحقيقه، التفاصيل فيها مش وحشه. وكمان ال2 اكس الزوم بتاعه كان معقول جدا، يعني بيخسر شويه في التفاصيل والاداء الحقيقه، لكن معقول برضه مش وحش. وكمان تكيف الالوان كويس الى حد ما كبير، ومعالجه الصور والالوان سريعه ومقبوله. وفي ظروف الاضاءه الرخمه شويه كمان كان برضه الموبايل بيطلع صور كويسه. والعزل كمان في اسلوب التصوير العادي او على الكاميرا الاساسيه كويس جدا جدا جدا، وكمان سريع في الاوتو فوكس بشكل ملحوظ. وضع تصوير البورتريه كان مبهر الحقيقه بالنسبه للالوان والعزل، كان جميل جدا. احيانا بيستهبل لكن في المجمل كويس قوي قوي قوي. كمان خلي بالك انت ممكن تحس ان المقارنه دي ورديه الى حد ما، بس انت لسه ما عرفتش سعر التليفون ده. صدقني انا مبسوط جدا لدرجه ما حدش يتخيلها بالموبايل. المهم خش على كاميرا الترا وايد. الحقيقه الكاميرا دي كانت محيره شويتين، تحتاج شويه تظبيط كتير، لكن بتطلع نتائج مش احسن حاجه ومش اسوأ حاجه، ودي حاجه متوقعه جدا في السعر ده وعلى الدقه دي. اما بقى بالنسبه للكاميرا الاماميه في الموبايل ده فهي الحقيقه كانت كويسه جدا، وخصوصا مع ظروف الاضاءه كويسه، بتقدم تفاصيل جميله جدا جدا، وكمان الوان حلوه قوي قوي قوي. والسوفت وير الحقيقه عامل شغل محترم، وشغالين فعلا على سوفت وير الكاميرا دي بشكل محترم جدا. بالنسبه لتصوير الفيديو بقى، الكاميرا الاساسيه الحقيقه بتصور فيديوهات كويسه الى حد ما كبير جدا، وبتطلع نتائج محترمه ومعقوله قوي. وكمان الفوكس اثناء التصوير كويس وسريع كمان، وكمان بتتكيف مع الالوان وتغير الاضاءه بسرعه وبسهوله. بالنسبه لكاميرا الالترا وايد فبرضه كانت محيره، برضه متواضعه الى حد ما كمان في تصوير الفيديوهات، كويس مش وحش بالنسبه لفتحه العدسه بتاعتها وبالنسبه لسعر التليفون برضه. والفوكس فيها كويس برضه مش وحش، وتكيف الاضاءه الى حد ما كويس. كاميرا الالترا وايد متواضعه في كل حاجه تقريبا، بس خلي بالنا متفقين ان المستخدم العادي او الاخص المستخدم اللي شاري التليفون ده غالبا مش هيستخدم كاميرا الالترا وايد اساسا. اما بقى بالنسبه للكاميرا الاماميه فبرضه هتكمل الابهار بتاعها في تصوير الفيديو. حقيقي تصوير الفيديو بتاعها كويس جدا رغم دقتها اللي مش عاليه جدا وسعر الموبايل، لكن حقيقي بتقدم الوان تحفه وتصوير فيديوهات كويس جدا. انا بقى الخلاصه نظرا لسعر الموبايل، في الحقيقه الموبايل ده بيقدم منظومه كاميرات كويسه جدا جدا جدا، اقلهم طبعا الالترا وايد، ولكن في المجمل الكاميرات بتقدم تجربه محترمه جدا جدا ونتائج كويسه جدا جدا في السعر ده. نيجي بقى للنقطة المهمة واللي أنا شخصيا متحمس إن أنا أتكلم عنها، نظام التشغيل. مبدئيا أول ما طلعت الموبايل من العلبة جاله تحديث، سبته يحدث براحته خالص، وجاله كمان تحديث بعدها سبته يخلصه. بس حاليا هو الموبايل شغال مع أندرويد 14 مع واجهة أندرويد خاصة بموتورولا نفسها، وكمان هي أقرب تقريبا للأندرويد الخام الحقيقة، مع كمية تخصيصات ووظائف فظيعه. مبدئيا بالنسبه لاداء السوفت وير فانا شايفه ما فيهوش مشاكل، مستقر، ما فيهوش كراشات، بسيط بشياكه. يعني عارف انت اللي هو سيمبل بسيط وخام وكل حاجه، بس بالشياكه، في شويه تخصصات حلوه كده وشويه حركات حلوه. بس اهم حاجه بالنسبه لي ان هو كان مستقر حتى مع الالعاب، مع الضغط، مع الشحن، مع اللعب في نفس الوقت والى اخره. لا يعني كان مستقر، ما قابليش مع اي مشاكل. وتجربه الاداء كانت ممتازه جدا وشيك جدا مع شويه مميزات كده. تعالى هديك كده نبذه عنها، يلا بينا. مبدئيا الموبايل بيدعم طريقتين للتنقل، يا اما طريقه الازرار يا اما طريقه الجيسترز العاديه اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها في موبايلات كتير دلوقتي. الموبايل كمان فيه خاصيه في الديسبلاي اسمها الكالر باليت، تدعم تخصيص واسع جدا للالوان لكل حاجه، ودي حاجه لطيفه جدا ما شفتهاش في تليفونات كتير دلوقتي، بس موجوده في تليفونات نصيب. كمان ميزه جميله جدا موجوده في الموبايل ده، الفونت ستايل. التليفون ده انت ممكن تغير فيه الخط، اي نعم هو تقريبا حوالي 8 خطوط، ولكن كون انها موجوده دي ميزه كويسه، وده معناه ان هي ليها مستقبل وممكن يشتغلوا عليها قدام ويقدموا خطوط اكتر وخطوط احسن. كمان الموبايل فيه ميزه جميله جدا ان انت تقدر تغير حجم الايقونات على السكرين. هتقول لي طبعا موجوده في موبايل كتير، هقول لك لا، هي هنا اوسع بكتير. اولا انت ممكن تخلي حجم الايقونات كبير جدا وعددها قليل على الشاشه، ممكن تخليها صغيره جدا لدرجه ان الشاشه تقريبا بتشيل حوالي 40 تطبيق. وحتى لما عملت له سيف وخرجت يعني هو مش صغير بالرقم اللي في دماغك زي ما انتم شايفين كده، لا يعني هو معقول. وكمان بما ان احنا هنا فالموبايل كمان في حاجه حلوه جدا اسمها الايكون شيب، ودي انا تقريبا ما شفتهاش قبل كده، ان انت تقدر تغير الشيب بتاع الايكونز نفسها، مثلا مربع، دايره، مربع، حاد شويه،
في شكل غريب كده عامل زي البوب اب مثلا، في شكل عامل تقريبا دي بيضه دي ولا ايه دي، او ثلاثي كده، يعني ميزه حلوه موجوده في السوفت وير الحقيقه. طبعا انا كبرت لك الايقونات لحجم خزعبلي عشان في ميزه حلوه جدا انا عايز اوريها لك. مبدئيا انت هنا عندك مثلا لو انت دخلت على جوجل بلاي مثلا وعايز تحمل اي برنامج، ونفترض شات جي بي تي، بمجرد ما تدوس عليه انستول، بص كده لو رجعنا على الشاشه الرئيسيه بره، بيظهر لك البرنامج، وبيديك كمان حواليه شريط تحميل، ويكتب لك تحتيه انستولينج، وكمان الشريط اللي حواليه ده بيظهر مدى التقدم في الداونلود، وما شاء الله الواي فاي عليه جميل جدا وسريع الى حد ما كبير، يعني حاجه محترمه جدا. كمان من الخصائص الجميله جدا اللي معموله في السوفت وير انك تقدر تاخد سكرين شوت بالثلاث صوابع مع بعضيهم، وكمان تقدر تخلي السكرين شوت دي مثلا لو انت بتاخدها جوه برنامج معين او صفحه معينه. يعني مثلا احنا هنا جوه يوتيوب اهو، مثلا لو دوست بالثلاث صوابع كده مع بعضيهم، بص انا ممكن اعمل ايه كمان، ممكن طبعا اعمل كابتشر مور، اطول 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 عشان اخد سكرين شوت بالطول، وببساطه جدا الموضوع سهل جدا وبسيط. في خاصيه جميله جدا كمان في السوفت وير، وهي شبيهه بالاولويز اون ديسبلاي في الشات الايموليد شويه، ان انت مثلا لو دوست نقرتين كده على الشاشه هيظهر لك حاجه عامله زي الاولويز اون ديسبلاي، فيها مثلا الساعه، فيها نوتيفيكيشنز، فيها نسبه شحن البطاريه، تاريخ واليوم كمان، حاجه تحسسك بفخامه كده برغم انت مش دافع حاجه تقريبا كفلوس يعني، بس فعلا من الحاجات الجميله. وهي طبعا بتشتغل بنظام يا اما نقرتين، يا اما كمان ممكن تشغلها بان انت لما ترفع التليفون من على الترابيزه مثلا او المستوى اللي هو فيه، او تطلعه من جيبك تشتغل وتظهر لك الشاشه دي، ومجرد ما هتلبس البصمه التليفون هيفتح تاني عادي. كمان الموبايل ده بشكل رسمي بدعم الدولبي اتموس، والسماعات بتاعته طبعا استيريو، وحقيقي بتقدم تجربه حلوه. انا هسمعك صوته دلوقتي كده في فيديو من فيديوهات القناه عندي شغاله وهو عالي. خلاص اتمسح. مثال بسيط جدا، الداتا ما بتتمسحش بشكل فعلي، وكنا شرحنا في فيديو قبل كده طريقه استرجاع البيانات. خلصنا كلام عن نظام التشغيل تقريبا، واللي الحقيقه كان جميل جدا ومستقر لدرجه ان هو حببني ان انا اجرب فلاج شيب من الشركه دي. وخلينا احرق لك كده، لو انت بتسمع الفيديو لحد دلوقتي اعمل لي لايك واعمل لي كومنت حلو، وفي حاجه حلوه كمان جايه كده من الشركه دي هنتكلم عنها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله او اللي بعديه، لان في قنبله فيديوهات كده جايه اليومين الفتره اللي جايه دي حماسيه. في موبايلين جداد، ده واحد منهم، في لابتوب خرافي، في موبايل مستعمل جبار كقيمه مقابل سعر، انا اشتريته وموجود معايا بجربه حاليا. في شويه فيديوهات حلوه، فاعملي لايك واشتراك ويلا بينا نكمل. كنا بنتكلم عن نظام التشغيل، فالحقيقه ما قابلتش معاه اي مشاكل، بالعكس انا كنت مبسوط بيه جدا ومرتاح معاه جدا. خش بقى على البطاريه والشحن. مبدئيا ككلام ارقام، الموبايل ده بيجي ببطاريه كويسه جدا، حجمها كبير 5000 ملي امبير، وسرعه شحن 20 واط، مش اعلى حاجه بس كويسه في السعر ده ومعقوله انها موجوده، وكمان الشاحن موجود في العلبه. سامعيني اللي في بالي طبعا. الحقيقه البطاريه ممتازه جدا، ونظام التشغيل كمان مساعدها قوي، وحتى مع اللعب والضغط الجهاز مش بيسخن، والبطاريه بتكفي معاك اكتر من يومين كاستخدام عادي، وممكن تدخل في 3 ايام كمان، وكاستخدام تقيل مكثف هتكفيك يوم طويل بالراحه، وكمان هتروح البيت ولسه معاك نسبه شحن في البطاريه. وطالما احنا هنا بقى يبقى لازم نتكلم عن حاجه مهمه جدا هم حاطينها في السوفت وير، ودي اول مره اشوفها تقريبا مع موتورولا، ان في جوه الباتري هنا في السيتنج كده في حاجه اسمها باتري انفو. لو دخلت عليها مبدئيا هتلاقي اول حاجه الباتري مانيفاكتشر ديت، ده تاريخ تصنيع البطاريه، ديت اوف فيرست يوز ده اول تشغيل للتليفون، 5 تقريبا 5/10/2025، نمبر اوف فول تشارجنج سايكل 1. حرفيا انا تجربتي للتليفون ده كلها ما احتاجتش اشحنها الا مره واحده، ومكفيني ومبسوط ومرضي منه زي الفل كمان، والشحنه اللي عندها دي لسه فاضل فيها 61% كمان. في بقى حاجه مهمه في الاخر زي ما انتم شايفينها، اسمها الباتري هيلث ستاتيو، للناس اللي بتشوفها في الايفون ونجري بقى والبطاريه كام في الميه والنوش والمشاكل دي كلها موجوده هنا يا جماعه عادي جدا. فبالنسبه للبطاريه بتقدم اداء كويس جدا. ده بقى ياخدنا للخلاصه العامه. الحقيقه الموبايل ده بيقدم تجربه غنيه جدا وفخمه قوي على سعرها في كل حاجه، من خامات لنظام تشغيل. بالنسبه لي هو اساسا بثمن التليفون كله، اساسا باداء كاميرات، بكل حاجه. فعلا انصح اي حد بالتليفون ده في الفئه السعريه بتاعته بسعره اللي كان صادم ليا. انا اشتريت طبعا زي ما قلت لكم نسخه 256 مع 8 جيجا رام مش ب 8000 جنيه، انا اشتريتها ب 7300 جنيه. هتقول لي يا عم استنى عنوان الفيديو وبتاع، هقول لك اصبر. في ابلكيشن ستور اسمه كنز بينزل على الموبايل، حاجه زي امازون او كده، منزلين عرض على التليفون ده يا جماعه، واسمع كده بالشحن بكل حاجه 6800 جنيه. التليفون ده ب 6800 جنيه مع ضمان 2 من رايه. بس لو انت فصلت الفيديو لحد هنا فانا بشكرك جدا جدا جدا. لو انت بتفكر تشتري موبايل جديد انصحك بالموبايل ده بقوه في السعر بتاعه. انا بقول لك 6800 جنيه في موبايل في كل اللي احنا اتكلمنا عنه طول الفيديو ده. مستني طبعا رايكم في الكومنتات، لو ما اشتركتش اعمل لي اشتراك واعمل لي لايك، واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.